هذا الرجل طرد ابوه، زوجته ما قبلته بعد. قال له ابوي انا بعد ما اقدر اخدمك، وهاي زوجتي تعبت منك، وانا بعد ما ترهم انت تعيش وياي. طردها. جو بارد، مطر، شايب مسكين، رياقه ناشفه قولته هنه، تعبان، باوع يمنه يسرى، وين يروح؟ الدنيا تمطر. مشى مسافه بعدين رجع ضرب الباب. فتح الباب منو؟ ابنه. باوع قال له اوه هم جيت، هم انت، احنا مو طردناك؟ قال له ابويا انا ما عندي مشكله، انت طردتني ما يخالف، بس اريد من الله ومنك اكو بطانيه عتيقه عندي بالسطح، جرد قديمه ظاله فوق، بلكي تقول لابنك خليه ينزل لي هاي البطانيه. يا ابوي الدنيا بارده، وين اروح انا اتغطى بيها؟ صعد الحفيد اللي هو حفيد هذا المطرود، صعد يجيب البطانيه، جاب هو الحاف، يقولون ابو الحاف وهذا عنه، جاب اللحاف مشقوق بالنص، قط النص لابوه، قال له طيل جدي. الاب باوع لابنه قال له ابوي هذا اللحاف انا اعرفه، هذا العتيق وصح وسخ، بس انا اتذكر الحاف كامل، وليدي ليش اعطيتني بس نص؟ قال له يا ابويا هذا نص الطي لابوك، وهذا النص راح اضمه الك من تكبر ان شاء الله، اسوي بيك مثل ما سويت بابوك. لأن ماكو، شوفوا الابن طلع عقل من الأبو، لأن ماكو شيء يروح بقانون الله، الجزاء موجود. هذا النص طيل أبوك يدفي بيه ضلوعه، وهذا إن شاء الله يجي اليوم اللي يعطيك إياه تدفي بيه ضلوعك. ايش تفعل تجازه؟ هذا قانون الله، مبدأ الجزاء.